ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في المحاضره الثالثه من المحاضرات المجانيه. احنا في المحاضره دي هنعمل تطبيق بسيط جدا. هنرسم بس حاجه شبه المربع كده، وهنكررها على اللوح كامل لحد ما نعمل لها تول باس ونطلعها شغلانه جاهزه ان هي تشتغل على المكنه. انا هبدا بمربع مثلا، هحط له هنا مقاساته، اقول له مثلا ان انا عايزه 40 في 40 يبقى 400 في 400 لان انا شغال بالملي. كرييت. بعد كده هفتح النود اديتنج، حرف الان. لو الكيبورد عندك عربي لازم تكون انجليزي. دوست حرف الان فتح لي النود اديتنج. انا محتاج كله يبقى 40 في 40، ولكن من فوق هنا يبقى الضلع اللي فوق ده 45 مثلا. فانا هدوس الت مع سهم يمين او سهم شمال. تمام، ظهر لي المربع ده. هقول له ان انا محتاج اتحرك 2.5 سنتي اللي هو 25 مللي، وهدوس له اوكي. حرك لي النقطه دي 25 مللي، وهاجي على النقطه دي اعملها كده برضو. همسك دي كده بقى، افتح ترانسفورم بحرف التي واقول له ان انا عايز الزيرو من هنا، واكتب له هنا زيرو وهنا زيرو. تمام، انا عندي دي كده. هرحلها 2 سنتي ونص فوق ويمين علشان المسامير. انا شايف ان هم كتير، لا يبقى انا هرجع. تمام، هرحلها بس سنتي ونص يمين وسنتي ونص فوق علشان احط مسامير هنا براحتي. ممكن اكرر دي على حسب الشكل اللي انا حابه، او يكون مش بيهدر معايا خامة. طبعا انا ليا حرية ان انا احط الاشكال دي في اللوح زي ما انا عايز. انا هقلبها كده مثلا، قلبت الشكل ده بحيث ان انا اقدر ادخل دي في دي كده. هي هنا هبعدها 8 مللي مثلا، برضو مش هتجيب واحده تالته. فانا كده اللوح بالنسبه لي تمام. هنقل دي طه هنا مثلا، لا هنقل دي كده بالترانسفورم، او ممكن من غير ترانسفورم ولا بتاع. ممكن احرك بالاسهم، بس قبل ما اعمل كده هدوس كنترول سي كنترول في علشان انقلهم نسخه تانية واطلع بيهم فوق كده. كنترول سي كنترول في واعمل نفس الموضوع تاني. في طرق اسهل كتير ان انا املى اللوح وانقلهم وكده، ولكن هو كل واحد بيرتاح في شغلانه معينه، او كل واحد بيرتاح في طريقه معينه. انا ما عنديش مشكله خالص في الطريقه دي. هعلم على كل دول وهاجي على تول باس، هفتح تول باس بروفايل او بروفايل تول باس. هقول له اوتسايد الفينش ديبس، هكتب فيه تخانه اللوحه عندي، فلنفترض ان هو 8 مللي. بروفايلنج تول، بقطع بالاندملات، بقطع ب3 او ب5 او ب6 مللي. البنطه اللي موجوده عندي انا هعتبر ان هي 6. بفتح من هنا، بتحكم في الخطوه بتاعه النزول، يعني بقول له البنطه تنزل في المره الواحده كام. يعني انا ممكن اخليها مثلا تنزل 8 مللي مره واحده، ممكن اخليها تنزل على مرتين، ممكن على 3 مرات براحتي. فانا هقول له مثلا ان انا عايزها تنزل على مرتين، فاكتب له مثلا 5. كده هتنزل كام؟ هتنزل 4 وبعد كده 4. هو ملوش علاقه بالخمسه دي، هي الفكره ان هو الخمسه دي بدل اكتر من النص، فهو كده كده هيقسم لك مسافه النزول على مرحلتين. خليناها 5. وهقول له انا ممكن اسمي هنا التول باس عادي النيم تحت، وممكن اقول له كالكوليت ناو على طول. تمام، هو كده عمل لي البنطه، الدنيا جميله مفيش اي مشكله. طيب انا بعد ما عملت البنطه دي، خطوط البنطه اللي هتمشي فيها، انا كده ما عنديش فيها اي مشكله. عايز اخرج الكود بتاع المكنه، بعمل ايه؟ بدوس على العلامه دي، لو وقفنا عليها شويه هتلاقي مكتوب كلمه سيف تول باسز. هفتح، بيجي عندي الشكل ده. اول ما تفتح معاك النافذه دي هتلاقي الشاشه مقسومه نصين، نص هنا تول باس جروب وكالكوليتد تول باسز وتول باسز تو سيف. يعني دي الحاجات اللي جاهزه انها تتصدر للمكنه، ودي الحاجات اللي هتتصدر حالا، اللي انت هتصدرها دلوقتي. فانا عندي هنا البنطه دي هو حطها لي اوتوماتيك في التول باسز تو سيف. طب لو كان جابها لي هنا، بتحكم فيها بالاسهم ده، بجيب اللي على اليمين ده اللي انا هطلعه دلوقتي، واللي على الشمال دي البنط المستعده ان هي تطلع. فانا كده لو سيفت مفيش حاجه تتسيف معايا، وهو هنا قافل لي السيف اهو. فانا هعمل ايه؟ هدوس على البروفايل دي، ادوس على السهم انقلها في الحاجات اللي هتتسيف دلوقتي. هو فتح لي السيف. اقدر ان انا اسمي البنطه هنا، اقول له مثلا 6 ام عشان ابقى عارف ان دي البنطه 6 مللي. وهنا بختار المكان، او من براوز اختار المكان اللي هسيف فيه، ومن هنا بختار الصيغه. طيب ايه اللي بيمشي معانا كصيغه؟ بص، كل مكنه وليها صيغ، بس في صيغه او صيغتين بيمشوا على كل المكن. انا هقول لك عليهم دلوقتي. هنفضل ننزل لغايه لما تلاقي موديل ماستر 3 اكسس فلات دي. وفي صيغه تانية هبقى اقولها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ولكن هي دي برضو مش هتعمل معاك اي مشكله. هتلاقي الترميز بتاعها او الكود بتاعها .mmg. تمام، وهندوس سيف. خلاص كده اتسيف معانا التول باس. نقدر ان احنا دلوقتي ناخده على الفلاشه ونجري بيه على المكنه ونشغل. وبس، دي كانت محاضره النهارده. اشوفكم في محاضره جديده على خير ان شاء الله.